ليه مش بتخرّجوا أولادكم هنا في إيطاليا، وأنا جاية هنا أقول لكم على أماكن تخرجوا فيها. حبيت أغيّر من نفسية عمر ومودي وقُلت هاوديهم يلعبوا. المكان بصراحة كان حلو أوي وكانوا مبسوطين، لإن كان في كذا مكان يلعبوا فيه، أولهم ديّة وكانوا مبسوطين بيها أوي، وكان النُص ساعة ب5€ ولو قعدتِ وقت مفتوح لأ ب7€ بس، وكان كمان في هناك أعياد ميلاد ممكن تعمليها، وباكيج عيد الميلاد ب60€ هناك والوقت اللي أنتِ عايزاه والمكان مفتوح، وكمان في شخصيات هتبقى موجودة كمان في العيد الميلاد، فبصراحة عجبتني الفكرة أوي وقُلت لازم أقول لكم عليها. أنتم مفكرين إن ده بس اللي كان موجود؟ يا جماعة كان في كمان اللعبة دي، ودي من أحسن الألعاب اللي عمر ومودي انبسطوا بيها جدًا، وكان بيقول لي: "شُفتِ الحركة دي؟" ودي كمان كانت لعبة العربيات واستمتعوا بيها جدًا. سعر اللعبة اللفة الواحدة 2€ ونُص، حتى كمان اللعبة اللي كانوا بيتنططوا فيها كان سعرها 2€ ونُص برّه الباكيج. إحنا دفعنا ال7€ لكل طفل لمّا لعبوا في الألعاب جوّه.